فين اليونت النادره اللي انت واخدها من الديفلوبر الكوزي، مش المدينه اللي هيبقى فيه منها كتير، اللي تفضل صابر عليها. مش بقول لك برضه هتبيعها بعد 6 شهور، سنه، سنتين، مينيمم 3 سنين لحد الاستلام. وقلت 100 مره ان احلى مثال للاستثمار العقاري هو عند الاستلام، ويا سلام لو متشطب وبرايم لوكيشن، لان اثبت العقار ان البرايم لوكيشنز هي الحصان الربحان في اعاده البيع. وادينا امثله وقلنا امثله ان احلى تايب للريسيل هو ال2 bedrooms جراوند. سريعا ليه؟ البيلدينج كله ما بيبقاش فيه غير 2 bedrooms جراوند، فاقل تايب بيبقى موجود في بيلدينج في كذا بيلدينج، فانت واخد حاجه وبتبقى اغلى حاجه بتتسكن وبتبقى اصعب حاجه بتتسكن. ثم البرايم لوكيشن شايفه سي فيو، ثم شايفه لاجون، ثم فاثبت العقار ان البرايم لوكيشن الربحان في اعاده البيع. زمان كان امتى كنا بنعملها؟ دلوقتي امتى؟ 3 سنين 4 سنين حضرتك حاطط اكزيت بلان، ان انا راصد مقدمي وراصد اقساطي اللي انا شايفها اهو من دلوقتي لمده 3 4 سنين معايا. يلا بينا ندخل. انت كده انفستر حاسب الريسك فاكتور بتاعك وتوكل على الله وروح. الكلام اللي انا بقوله ده غير منطبق على مدن لا 3 ولا 4 سنين، فانت اوتوماتيك هتفتكر بقى الكلام بتاعي دلوقتي سيتي هينزل منها بعد المرحله دي كام مرحله ببيمنت بلان ممكن تكون اتراكتيف عن البيمنت بلان ال8 سنين الستاندرد اللي هو منزل بيها، ممكن تبقى 10 سنين حتى لو فيها زياده في السعر. لو نزلت بعد سنه، لو نزلت بعد اقل، فالناس هتقول ليه اشتري منك انت؟ ما الشركه رايحه تبيع على 10 سنين، لان مصلحه الديفلوبر اولا واخيرا هو بيعه مش ريسيل حضرتك. هو مصلحته معاك ان يعمل لك كابيتال ابريشيشن، الاسيتس بتاعتك تزيد، البرايس ابريشيشن دي بيعملها الكريديبل ديفلوبر عشان انت تتبسط، وهو المشروع بتاعه بيغلى فالريسيل بتاعه هيطلب، فالعوامل دي كلها. طيب ارجع معايا لساوث ميد تاني. انت ليش انت لو رايح تسكن في ساوث ميد روح يا عم اسكن، روح اسكن، ولو اتاخر شويه عن الاستلام مفيش مشكله، اعذره عشان دي مدينه. ولو حابب خصوصيه يبقى معلش انت اخترت غلط، مفيش خصوصيه في مدينه. هل بقى قوي للي انا بقوله ده دلوقتي؟ تعال شوف لي من السنه اللي فاتت، 2 3 4 فاتوا، ايه الريسيل اللي بيتطلب في الساحل؟ هاسيندا ريد، هاسيندا وايت.